لما بنيجي نشتري شقه بنسمع عن حاجه اسمها نسبه التحميل. طب ايه هي نسبه التحميل؟ هل بتاثر على مساحه شقتنا؟ طب هل ممكن تبقى نفس الشقه لها نسبتين تحميل؟ في الفيديو ده هشرح لك ازاي شقه 200 متر بيعي مساحتها الصافيه 150 متر ممكن تطلع لنا بنسب تحميل مختلفه طبقا لطريقه الحساب المستخدمه، وازاي الاشتراطات البنائيه بتاثر في الحسبه دي. يعني ايه نسبه تحميل؟ نسبه التحميل دي بتكون هي الفرق ما بين المساحه البيعيه للشقه والمساحه الصافيه اللي انا ببقى عايش فيها، ودي بتطلع عباره عن منافع للعمار زي الممرات والمداخل والاسانسيرات والمناور الى اخره. ففي طريقتين لحساب نسبة التحميل دي. الطريقة الأولى بتاخد نسبة التحميل من المساحة البيعية، والطريقة الثانية بتاخد نسبة التحميل من المساحة الصافية. لو ضربنا مثال بشقة مساحتها البيعية 200 متر وصافي الشقة دي 150 متر، يعني احنا عندنا هنا في فرق 50 متر، هم دول نسبة التحميل. يعني على المثال اللي احنا بنتكلم فيه ده، الشقة ال 200 متر اللي صافيها 150، أنا عندي فعليا مساحة التحميل 50 متر. المساحة دي لو أنا بنسبتها مئويا لل 200 متر تطلع بالظبط 25%. نفس المساحة دي لو نسبتها لل 150 متر بتطلع معايا 33%. في نقطة مهمة تانية بتفرق في موضوع نسب التحميل، انت بتشتري فين بالظبط؟ لو بتشتري في مدن جديدة زي القاهرة الجديدة او الشيخ زايد، ده مختلف تماما عن انك بتشتري في مدينة نصر او المعادي. هنا الفرق في ايه؟ الفرق ان انا لو معايا قطعة ارض 1000 متر في مدينة نصر بقدر ابني على الارض بالكامل، في حين ان انا في المدن الجديدة ببني بنسب بنائيه محدده موجوده في كراسه الشروط اللي انا بشتري بيها الارض، بتبقى 50% من مساحه الارض. الوضع مختلف تماما. طب ال 50% الثانيه دي مين بيستفيد بيها؟ اكيد اللي اشترى هو اللي بيستفيد، لان دي بتبقى عباره عن ردود ليك، هوا ليك 6 متر من كل جنب و8 متر من الظهر. لكن لما بتيجي تتملك الارض في القاهره الجديده بتمتلك نسبتك على كامل مساحه الارض، يعني انت بتمتلك حصه من ال 1000 متر مش من ال 500 متر اللي احنا بنينا عليهم. وبالتالي يبقى نسبه التحميل عندنا فيها شقين. الشق الاول اتكلمنا ازاي نحسب النسبه دي، وهنحمل بناء على ايه، هننسب لايه، للكبير ولا الصغير، للمساحه البيعيه ولا للمساحه الصافيه. النقطه الثانيه ان لازم نكون فاهمين المجتمعات العمرانيه الجديده اللي زي التجمع وزايد بيبقى فيها نسب بنائيه محدده عكس المناطق القديمه. لو عندك اي اسئله بخصوص نسب التحميل او حابب تعرف اكتر عن مشاريعنا في بيت الوطن اكتب لنا في التعليقات. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان نوصل المعلومات دي لكل الناس المهتمة.